انا هتجوز عليكي، بس انا عاوزك تفهميني. انت عارفه انا بحبك قد ايه، وعارفه ان انا ماليش في الدنيا غيرك، وعارفه ان انت بالنسبه لي كل حاجه في الحياه. ولولا الظروف اللي احنا فيها دي صدقيني عمري ما كنت فكرت في الجواز. بس بجد انا تعبت، انا تعبت بجد. انت من يوم ما تعبتي ما اعتقدش ان انا قصرت معاكي. ادويه كنت بجيب لك، دكاتره كنت بوديكي، كنت بعمل كل اللي انا اقدر عليه علشان تقدري تخفي وتقومي لي بالسلامه وترجعي زي الاول. بس الظاهر ان الموضوع هيطول، وانا صدقيني تعبت، ما بقتش قادر استحمل. وانا اعتقد برضه ان انا قبل ما اتعب كنت شايلك فوق راسي، بس المرض مش بايديا. ولا بايدي انا كمان، ولا بايدي. افهميني، افهميني، ابوس ايدي. انا راجل عنده احتياجاته، انا محتاج حاجات معينه، انا مش عارف اعمل ايه. يا حبيبتي حبيبتي، انا استحملت كتير وما عنديش مشكله استحملك العمر كله. بس في نفس الوقت انا بتعب بره في شغلي وبطلع عيني. المفروض لما ارجع البيت الاقي حاجه على الاقل اكلها، الاقي لبس نظيف، الاقي فرشه نظيفه انام عليها. اي حاجه من الحاجات الطبيعيه اللي اي زوج بيتمناها. انا يا حبيبتي انت من يوم ما تعبتي وانا اللي برجع من شغلي اعمل كل الحاجات دي. انا اللي بعمل الاكل، وانا اللي بغسل، وانا اللي بنظف، وانا اللي بعمل كل الحاجات دي. انا ما بقتش قادر استحمل. الموضوع تقيل عليا، والموضوع بصراحه مش عارف اخرته ايه، ومش عارف هيوصل لفين. بس بجد انا تعبت، انا تعبت ومحتاج ان انا ارتاح. انا كفايه عليا ضغط الشغل، كفايه عليا الحوارات اللي انا طول الوقت فيها. مش هاجي من شغلي بقى اقعد انظف واغسل وامسح واعمل. يا حبيبتي، يا حبيبتي، انا بقعد طول اليوم الصبح افضل ادور هلبس ايه، هلبس ايه علشان اروح شغلي. بضيع نص اليوم في اني مش لاقي هدوم نظيفه البسها. فعلشان كده يا حبيبتي انا عايزك تفهميني، عشان خاطري تفهميني. كل الموضوع ما فيه ان انا عايز اتجوز علشان خاطر واحده تيجي تقوم بالمهمات دي، وفي نفس الوقت انت هتبقي زي ما انت مراتي، هصونك وهشيلك فوق راسي. بس في نفس الوقت هي هتيجي هتساعدك في الادويه، هتعمل لك احتياجاتك، في نفس الوقت هتغسل لي هدومي، وفي نفس الوقت هتديني احتياجاتي. هتبقى يعني زي مساعده في البيت. بس هي ضروريه لان انا من غيرها مش هعرف اكمل كده. وفي نفس الوقت انت عارفه ان احنا مش عارفين امتى ممكن تخفي. انا فاهمه كلامك ده كويس، عارفه ان انت راجل عندك احتياجاتك ومش عاوز تعمل حاجه حرام. بس انا عايزه اسالك سؤال، تفتكر لو انا كنت مكان كنت هسيبك؟ انا ما اعرفش يا حبيبتي، كل واحد على حسب طاقته، كل واحد على حسب قوه استحماله. انت ما اعرفش كنت هتستحملي ولا لا، كنت هتكملي معايا ولا لا. ما اقدرش اقول لك. بس انا بقول لك اللي انا حاسس بيه دلوقتي، ان انا مش قادر اتحمل، مش قادر. فده من ضمن حقوقي ان انا اتجوز. ما فيهاش مشكله. هتجوز واحده تساعدنا في شغل البيت، على الاقل ابقى انا مركز في شغلي هناك، وهي هنا في البيت بتظبط الدنيا، بتعمل شغل البيت كله. انت تزعلي مني يا حبيبتي لو انا تخليت عنك او بعتك او قلت لك انا خلاص مش معالجه، ماليش دعوه بيكي. انت هنا تزعلي، لكن انت تكرهي ان انا ابقى مرتاح. هو انا لما اقول لك انا تعبت ومش قادر انا كده وحش؟ صدقيني يا حبيبتي اللي انا بقوله لك ده غصب عني. انا بحبك بس في نفس الوقت مش قادر اتحمل، مش قادر. وان انت لازم تساعديني. فانا مش هقدر اكمل اكتر من كده. انا مضطر ان انا اتجوز، وانت لو عاوزه تطلقي انا هطلقك، ده حقك. لكن في نفس الوقت بلاش تمنعيني من حقي، لان ده زي ما قلت لك، كل واحد على حسب طاقته، وكل واحد على حسب قدرته، والقرار بتاعك.